السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه بلو سكاي. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الكوفيه دي. تمام. النقشه اللي في الكوفيه شكلها شيك جدا وبارزه شويه زي ما انتم شايفين. ده شكلها من على الوش وده شكلها من على الظهر، فيها فراغات زي ما انتم شايفين، وده فيها زجزاج من تحت. هو ده شكلها. النقشه شيك جدا وشكلها فعلا راقي قوي، تحس ان فيها شغل كتير، بس هي فعلا بسيطه قوي، مكونه من صفين فقط، صف على الوش وصف على الظهر، وبتكرريه لحد الطول اللي انت عايزاه. ايه الحاجات اللي انا استخدمتها؟ استخدمت ابر 5 مللي، ابر كبيره، واستخدمت خيط اليس سوبر لانا ماكسي، وده خيط تخين. طبعا انت ممكن تستخدمي اي خيط باي سمك وباي ابر، تمام، اللي هي ابره المفروض مناسبه للخيط. ايه الحاجات اللي انت محتاجه تبقي عارفاها قبل ما تقدري تعملي معايا كوفيه زي دي اللي هي النقشه دي؟ لو انت مبتدئه محتاجه تبقي عارفه الغرزه العدله، الغرزه المقلوبه، متدربه عليهم كويس. انا عامله دروس تعليم التريكو، فيديوهات ليها، وحاطه لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. ممكن كمان تخشي على طول على القناه، هتلاقي دروس تعليم التريكو في الصفحه الرئيسيه اللي هي الهوم بيج. تمام. ايه تاني؟ طريقه تنقيص الغرز العدله انا عامله لها فيديو، انا كده كده موضحها هنا بالخيط التخين، بس لو مش واضحه ممكن تتفرجي على الفيديو برده بتاعها. اوكي، وزي ما قلت الفيديو بتاعها موجود تحت في صندوق الوصف. الباترن بتاع النقشه مكون في العرض من تكرار 7 غرز زائد 1. يعني ايه؟ يعني سطر البداية بتاعك لما بتحطيه على الإبرة هتحطي مضاعفات 7، يعني 7 7 7 7 لحد العرض اللي انت عايزاه، وبعد كده في الآخر تحطي كمان غرزة واحدة في سطر البداية. أنا مثلا هنا مكررة ال7 غرز كم مرة؟ مكرراهم 4 مرات، حطيت 7 و7 و7 و7. تمام. 7 في 4 ب28 غرزة، وبعد كده حطيت غرزة كمان، يبقوا 29 غرزة في سطر البداية. تمام. تحطي 29 غرزة في سطر البداية لو انت عايزة تعملي العرض ده. طبعا لو انا كنت استخدمت خيط رفيع شوية هتلاقي العرض ده كش شوية، لان الخيط الرفيع بيخليها صغير، فانت ممكن كمان هتزودي عدد الغرز اكتر من كده عشان تقدري تحصلي على العرض ده بخيط رفيع وابر صغيرة. اوكي، ارجو اكون وضحت 7 زائد 1، وبرده هشرحها تاني في صندوق الوصف تحت. تمام. يبقى هتكرري 7 غرز لحد العرض اللي انت عايزاه، وفي الاخر تقومي حاطه غرزه كمان في سطر البدايه. انا بتكلمش على الصف الاول، بتكلم على سطر البدايه اللي هي المعادله بتاعتك. 7 في، شوفي هتكرريها كم مره، زائد 1. ممكن تحطيها على الآلة الحاسبة، تفتحي القوس تكتبي 7 زائد، وتشوفي هتكرريها كم مره، تقفلي القوس وتقومي عامله زائد 1. العدد اللي هيطلع لك هتحطيه في سطر البدايه وتبداي معايا. اوكي. طيب بالنسبه للطول، النقشه بتاعتي مكونه من صفين، صف على الوش وصف على الظهر فقط، وبتكرريه لحد الطول اللي انت عايزاه للكوفيه. هكتب لكم النقشه صف صف على الشاشه من تحت، وكمان تحت في صندوق الوصف، وكمان في اول كومنت هتلاقوا لينك احطه لكم، هيبقى فيه شرح كامل للباترن، سواء هتشتغلي الباترن كقطعه مستقيمه زي ما انا عامله هنا، صف على الوش صف على الظهر، او هتشتغليه كقطعه دائريه لو انت عايزه مثلا تعملي كوفيه مدوره بالابر الدائريه حوالين الرقبه، او تعملي اي حاجه كقطعه دائريه بالنقشه دي. اوكي. الباترن طبعا هيختلف لانك هتشتغلي على الوش فقط، فبرضه هكتب لكم الباترن تحت في صندوق الوصف، وكمان في اول كومنت هتلاقوا لينك. اوكي. لو انت عايزه النقشه بتاعتك تبدا بزجزاج كده وتنتهي بزجزاج اللي هو الكوفيه نفسها، يبقى الطرفين فيها زجزاج بالمنظر ده، يبقى لازم تتابعي معايا الفيديو لحد الاخر. هشرح النقشه الاول وبعد كده هتكلم عن الجزء ده. اوكي. دلوقتي هنبدا مع بعض في النقشه. زي ما قلت الصف الاول هيبقى على الوش والصف الثاني هيبقى على الظهر. المفروض تكوني حطيتي سطر البدايه بتاعك اللي هو عباره عن تكرار 7 زائد 1. تمام. وتبداي على طول بعد سطر البدايه في الصف الاول معايا. اوكي. اول حاجه هنقص غرزتين مع بعض، هنقص الغرزه دي مع الغرزه دي. تمام. ازاي؟ المفروض احنا بندخل في الغرزه ازاي؟ بندخل كده غرزه عدله، فانا هدخل في اللوبين الامامي بتاع الغرزتين مع بعض، يعني بدل ما ادخل في دي فقط ادخل كمان في اللي جنبها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هاخد لفه خيط واقوم خارجه، يبقى كده انا نقصت غرزه. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله، 1 2. يبقى دلوقتي المفروض انا عملت ايه؟ اشتغلت الاول من تنقيص غرزه، بعد كده اشتغلت 2 غرزه عدله. تمام. بعد كده دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا اشتغل تكرار معين مكون من عده غرز. التكرار ده هتكرريه لحد عدد الغرز اللي انت عاملاه لحد ما يبقى عندك 4 غرز. يبقى دلوقتي التكرار اللي هما بين القوسين دلوقتي على الشاشه هتكرريه لحد اخر 4 غرز. هنشوف دلوقتي اخر 4 غرز هنعمل فيهم ايه بعد ما نخلص التكرار بتاعنا. التكرار بقى عباره عن ايه؟
اول حاجه هتاخدي لفه خيط بالمنظر ده كده اهو، الخيط اهو خارج من الغرزه قدام لورا. بعد كده هنشتغل 2 غرزه عدله. هتمسكي لفه الخيط بتاعتك عشان ما تقعش منك، وقعدي الخيط لورا عشان نقدر نشتغل غرزه عدله على طول، وندخل جوه الغرزه اللي بعدها ونشتغل غرزه عدله عاديه. فهنشتغل 2 غرزه عدله. بعد كده هنعمل ايه؟ الخيط ورا اهو، هنسحب الغرزه دي من غير ما نشتغلها. ازاي؟ هندخل جواها كانها غرزه مقلوبه بالمنظر ده كده، ونقوم سحبينها من غير ما نشتغلها. بعد كده هننقص الغرزتين دول مع بعض بالطريقه العاديه اللي انا عملتها في الاول، اللي هي بدل ما ادخل في اللوب الامامي بتاع غرزه واحده بس منهم، هدخل في اللوب الامامي بتاع الغرزتين. شايفين شكلها؟ انا عامله فيديو ازاي طريقه تنقيص الغرز العدله بالمنظر ده، تمام؟ لو مش واضحه هنا روحوا اتفرجوا عليها الاول هناك، اللينك بتاعه موجود تحت في صندوق الوصف. هاخد لفه الخيط واقوم خارجه منها كده، اكون نقصت غرزه. بعد كده اعمل ايه؟ الغرزه المسحوبه هقوم مقفلاها فوق دي. يعني ايه؟ يعني بالابره دي هدخل جوه الغرزه المسحوبه اللي هي دي كده، اشدها واقوم مقفلاها فوقيها كاني بقفل الغرز. بصباعي هدوس في الابره هنا عشان الغرزه ما تقعش، واقوم مقفلاها من فوقيها. فهو ده اللي بيعمل الشكل ده كده. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله، وبكده هكون نهيت التكرار بتاعي. فهعيد التكرار بتاعي من اول لفه الخيط لحد ال2 غرزه عدله لحد اخر 4 غرز عندك، تمام؟ هعيدها تاني من الاول. هي لفه خيط، هشتغل 2 غرزه عدله، 1 2، تمام؟ بعد كده هسحب الغرزه دي من غير ما اشتغلها والخيط ورا. ازاي؟ هدخل في اللوب الامامي بتاعها كانها غرزه مقلوبه كده اهو، واقوم سحباها. بعد كده هنقص الاتنين دول مع بعض، هدخل في اللوب الامامي بتاعهم هما الاتنين مع بعض واقوم منقصاهم. بعد كده بالابره دي هدخل جوه الغرزه المسحوبه اهي، واقوم حطاها فوقيها كاني بقفل الغرز عادي جدا. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله، 1 2. كده انا خلصت تاني تكرار. هدخل دلوقتي على اخر تكرار انا عاملاه. طبعا انت لو عامله عدد الغرز اكتر من كده هيبقى عندك اكتر من كده في التكرارات، يعني هتكرريها كذا مره. اهم شيء تشتغلي لحد اخر 4 غرز. اوكي، هعملها تاني معاكم من الاول. هناخد لفه خيط، بعد كده نشتغل نمسك لفه الخيط عشان ما تقعش مني، لو ما مسكتيهاش هتلاقيها وقعت، تمام؟ هتمسكيها بعد كده تشتغلي 2 غرزه عدله، 1 2. بعد كده هسحب الغرزه دي. ازاي؟ الخيط ورا اهو، هدخل جواها بالمنظر ده كده كانها غرزه مقلوبه واقوم سحباها. بعد كده هنقص الغرزتين دول مع بعض. ازاي؟ هدخل في اللوب الامامي بتاعهم هما الاتنين مع بعض، تمام؟ اهو كانهم خيطين مع بعض غرزه واحده. اوكي، بعد كده الغرزه المسحوبه هقفلها من فوق الغرزه دي. ازاي؟ هدخل بالابره دي جوه اللوب الامامي بتاع الغرزه المسحوبه واشدها واقوم حطاها فوقيها وانزلها. بعد كده هشتغل 2 غرزه عدله، وبكده اكون خلصت التكرار بتاعي. زي ما انتم شايفين انا كررتها كم مره؟ كررتها 3 مرات، بس في البدايه انا بدات بتنقيص غرزه و2 غرزه عدله، وفي النهايه اهو انتهى عندي 4 غرز. فانت بتكرريها لحد ما يبقى عندك 4 غرز. اوكي، هتعملي ايه بقى؟ هاخد لفه خيط، هشتغل 2 غرزه عدله، 1 2، وبعد كده هنقص الاتنين دول مع بعض. ازاي؟ هدخل في اللوب الامامي بتاعهم هما الاتنين. انا بدات ب2 غرزه تنقيص في الاول، وهنتهي هنا برضو بتنقيص. كده انا خلصت الصف الاول من النقشه اللي هو على الوش. هنلف على الظهر ونبدا في الصف التاني من النقشه، تمام؟ زي ما قلت النقشه مكونه من صفين فقط. اول غرزه في الصف التاني دايما بسحبها من غير ما اشتغلها والخيط ورا، تمام؟ بعد كده نحط الخيط قدامي ونشتغل 2 غرزه مقلوبه. اوكي، يبقى دلوقتي انا عندي كام غرزه؟ عندي 3 غرز، واحده سحبتها من غير ما اشتغلها والخيط ورا، بعد كده الاثنين دول اشتغلتهم غرز مقلوبه. هبدا دلوقتي في ايه؟ في التكرار بتاعي. التكرار ده عباره عن ايه؟ عباره عن لفه خيط 6 غرز مقلوبه، لفه خيط 6 غرز مقلوبه، وهكذا لحد ما يتبقى عندي كام غرزه في الاخر؟ لحد ما يبقى عندك 4 غرز، تمام؟ نبدا. هنعمل ايه؟ اول حاجه هعملها ان انا هاخد لفه خيط بالمنظر ده كده، وبعد كده احط الخيط قدامي وتمسكي اللفه عشان ما تقعش منك. انا هشتغل المفروض 6 غرز مقلوبه، فلازم الخيط يبقى قدام، تمام؟ بعد ما تاخدي لفه الخيط تخلي الخيط قدام كده، اوكي، وتمسكي لفه الخيط عشان ما تقعش، وتبداي تشتغلي 6 غرز مقلوبه.
تمام. هدخل كده واخد لفه اللفه يعني، واشتغل غرزه مقلوبه عاديه. يبقى دلوقتي المفروض عندي لفه واول غرزه مقلوبه. المفروض انا هشتغل كام واحده؟ هشتغل 6. كده انا اشتغلت التكرار بتاعي اللي هو عباره عن لفه خيط 6 غرز مقلوبه. هكررها مره كمان. اول حاجه هاخد لفه خيط، اخلي الخيط قدامي عشان ما تقعش مني، تمام اهو، عشان هعمل غرز مقلوبه واشتغل 6 غرز مقلوبه. اوكي. كده انا خلصت برضو التكرار التاني. هيبقى دلوقتي ناقص لي اخر تكرار لحد اخر 4 غرز. هاخد لفه خيط، تمام، والخيط قدامي اهو، وابدا اشتغل 6 غرز مقلوبه. كده انا خلصت اخر تكرار، وادي اهو اتبقى عندي 4 غرز. زي ما قلت هتكرري التكرار بتاعك لفه خيط 6 غرز مقلوبه، لفه خيط 6 غرز مقلوبه لحد اخر 4 غرز. هنعملهم ايه بقى ال4 غرز دول؟ هنعمل ايه؟ هاخد لفه خيط واشتغل ال4 غرز دول غرز مقلوبه. ده كده شكل الظهر. وبكده اكون خلصت النقشه بتاعتي. تمام. هلف على الوش واعيد تاني صف الوش. يعني المفروض دلوقتي الصفين بتوعي هقعد اكررهم لحد الطول اللي انت عايزاه للكوفيه. تمام. صف الوش زي ما قلناه، وصف الظهر زي ما قلناه برضو. ممكن ترجعي معايا مع اول الفيديو لما بدات في الصفوف في النقشه، وتعيدي معايا صف الوش وبعد كده مره كمان صف الظهر كده عشان بس تحفظيهم. الموضوع فيهم بسيط. طب افرضي انت عايزه تشتغلي الباترن ده كقطعه دائريه، هتعملي ايه؟ صف الوش هيبقى هو على الوش، صف الظهر هيبقى على الوش برضو، بس هيبقى كالاتي. هيبقى عبارة عن غرز عدلة. تمام. يعني هتشتغلي الاول 3 غرز عدلة اللي هو عند الناحية دي في الاول خالص، وبعد كده تبدأي التكرار بتاعك. التكرار بتاعك هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن لفة خيط 6 غرز عدلة، لفة خيط 6 غرز عدلة، لفة خيط 6 غرز عدلة لحد اخر 4 غرز. اول لما يبقى عندك 4 غرز هتعملي ايه؟ هتاخدي لفة خيط وتشتغلي 4 غرز عدلة. كده كده انا هكتب الكلام ده كله تحت في صندوق الوصف عشان يبقى واضح بالنسبه لكم لو بتحبوا تمشوا مع حاجه مكتوبه. تمام. سواء النقشه نفسها كقطعه مستقيمه او كقطعه دائريه، الشرح كله هيبقى تحت في صندوق الوصف. اوكي. وكمان في اول كومنت انا بحط لكم لينك ممكن تخشي عليه على طول لو مش عارفه فين مكان صندوق الوصف. زي ما قلت المفروض انت هتكرري الصفين بتوعك اللي هم عباره عن صف على الوش وصف على الظهر لحد الطول اللي انت عايزاه للكوفيه. طيب في حاجه كده دلوقتي، شايفين الزجزاج ده اللي هو في البداية؟ هو ده شكله. لو انت عايزة الكوفية بتاعتك يبقى فيها زجزاج بالمنظر ده من الطرفين، هتعملي ايه؟ هتعملي الاتي. هيبقى عندك ابرتين من نفس المقاس، ولو ما عندكيش ابرتين من نفس المقاس هقول دلوقتي كمان شوية هتعملي ايه. تمام. المهم يعني نفترض ان انت عندك ابرتين من نفس المقاس، هتعملي ايه؟ هتشتغلي قطعتين بالمنظر ده كده من سطر البداية لحد نص طول الكوفية بتاعتك. تكوني حددتي انت عايزه مثلا الطول يبقى قد ايه. انا بالنسبه لي بفضل الطول بتاعي يبقى 1.5 متر. فانت هتبداي تاخدي الابره الاولى تشتغلي من اول سطر البدايه بخيط جديد وتكملي لحد مثلا 1.25 متر. اوكي. اللي هو الصفين بتوعك. وتاخدي الابره الثانيه، تمام، اللي هي برده نفس المقاس، وهتقومي برده بادئه بسطر البدايه بخيط جديد وتكملي لحد 1.25 متر. وبعد كده نخيطهم مع بعض. القطعتين بتوعك هيبقوا على الابر بالمنظر ده. يعني هيبقى عندك قطعتين، تمام، كل واحد فيهم هيبقوا 1.25 متر، والاتنين بادئين من سطر البدايه والاتنين موجودين على الابر، الغرز بتاعتها موجوده على الابر. تمام. طبعا من نفس عدد الغرز زي ما قلت. هتعملي ايه؟ هتبداي تقفلي الاتنين مع بعض وهما على الابر كده، الغرز على الابر بطريقه الكيتشنر. طبعا في طرق كتير جدا للتقفيل، شوفي الطريقه اللي تفضليها. انا عن نفسي بفضل طريقه الكيتشنر اللي بتخلي الخياطه يعني سموث خالص، يعني ما فيهاش اي حته بارزه. اوكي. طب هتعملي ده ازاي؟ هتحطي القطعتين فوق بعض. ازاي فوق بعض؟
يعني مثلا افترضي معايا ان دي اول قطعه، هتحطيها ازاي؟ هتحطيها كده على الظهر بتاعها وهي على الابر اهي بالمنظر ده كده على الظهر. افترضي معايا بقى، يعني انا خلاص حطيت كده كانها، افترضي ان في قطعه هنا على الظهر، وادي القطعه بتاعت الوش، القطعه الثانيه هتعملي ايه؟ هتحطيها على الوش، فهتبقى عندك ابرتين، واحده ورا واحده قدام والظهر مواجه لبعض. عشان بس اخليكم تتخيلوا معايا، انا عندي قطعه تانية دي رسمه قلب وبعمل لها فيديو، تمام؟ فتخيلوا معايا ان دول القطعتين، تمام؟ والاتنين الغرز بتاعتها على الابر، يعني تخيلوا معايا ان هي دي النقشه بتاعت الكوفيه، اوكي؟ وعندك القطعتين اهم، والاتنين وصلوا لحد خلاص متر الا ربع، اللي هو نص الطول اللي انت عايزاه، النص هنا والنص التاني هنا، وادي الابرتين عليهم الغرز. هتعملي ايه؟ افترضي ان دي اول قطعه، هحطها كده على الظهر، اوكي؟ شد بس الابره دي الناحيه التانيه، اوكي؟ ادي اول كوفيه هحطها على الظهر كده، ادي تاني كوفيه احطها بالمنظر ده كده فوقيها، بحيث ايه؟ بحيث الغرز اهي موجوده على الابر اللي هما الاتنين، والظهر الاتنين بتوعهم مواجهين لبعض كده اهو، وادي الوش من هنا وادي الوش من هنا. ونبدا نعمل ايه؟ نبدا نحضر ابره تنظيف، ونبدا نقفل الغرز بتاعتي بطريقه الكيتشنر وهما على الابر بالمنظر ده. طبعا في طرق كتير على النت ازاي تقفلي، يعني ممكن اصلا تقفلي الغرز عادي وتقفلي من هنا غرز وتشيلي الابر وتبداي تخيطيهم مع بعض، بس انا بصراحه مش بفضل الطريقه دي، انا بحب قوي طريقه الكيتشنر لان هي فعلا نظيفه. الغرز لسه على الابره وابدا اشتغلهم غرزه غرزه وانزلهم من على الابره بطريقه الكيتشنر، اوكي؟ ممكن تستخدمي الخيط ده في عمل طريقه الكيتشنر، تسيبي حبه كتير شويه وتقومي قصاها وتحطي فيها الابره، تلضمي ابره التنظيف وتبداي تشتغلي بيها، او ممكن تجيبي خيط تاني جديد بنفس اللون وتبداي تشتغلي بيه برضو من الاول، غرزه من هنا وغرزه من هنا. طيب نفترض بقى شويه حاجات دلوقتي. انت اولا ما عندكيش ابرتين من نفس المقاس، بسيطه جدا. هتعملي ايه؟ هتاخدي اول ابره تشتغلي من اول سطر البدايه لحد متر ونص، لحد متر الا ربع قصدي، تمام؟ نص طول الكوفيه اللي انت عايزاه، صف على الوش صف على الظهر وهكذا، وتكملي. اول ما توصلي للطول اللي انت عايزاه تعملي ايه؟ هتشيلي الابره وتنقلي الغرز كلها على اي ابره عندك باي مقاس، مش هتفرق، وتاخدي الابره نفسها وتبداي قطعه جديده برده من اول سطر البدايه لحد مثلا متر الا ربع، اللي هو نص الطول اللي انت عايزاه، تمام؟ ويبقى عندك قطعتين. القطعه الاولى الابره بتاعتها مختلفه اللي هو اي مقاس تاني، والقطعه الثانيه هيبقى المقاس بتاعها اللي هو اللي احنا المفروض نشغلين بيه، وعادي جدا هضمهم لبعض برضو واشتغل عادي. هيبقى عندك ابرتين مختلفين في المقاس بس عادي مش هتفرق، تشتغلي برضو عادي بابره التنظيف طريقه الكيتشنر، تمام؟ اهم شيء يعني الفكره نفسها في ايه؟ في ان انت تشتغلي الكوفيه نفسها بنفس المقاس، وانا كده المفروض اشتغلت القطعتين بنفس المقاس، انا بس الغرز حطيتها على ابره تانية، اوكي؟ في الاخر خالص. لكن الاهم شيء القطعتين مشغلين بنفس المقاس. بحاول بس اوضح الحته دي كويس قوي عشان تبقوا فاهمينها. لو انت بقى شايفه ان الموضوع ده سخيف شويه وطويل قوي ومش عايزه تعملي موضوع الكيتشنر والتقفيل والكلام ده، يبقى انت هتضحي بموضوع ان يبقى عندك الطرفين زجزاج بالمنظر ده. يعني ايه؟ يعني هتشتغلي الكوفيه بتاعتك عادي، نشيل بقى دي مش عايزينها، وتشتغلي الكوفيه بتاعتك عادي من اول سطر البدايه لحد مثلا الطول اللي انت عايزاه اللي هو مثلا متر ونص، اوكي؟ شوفي لو عايزه تزودي عن كده او تقللي عن كده دي حاجه ترجع لك، وتقفليها عادي طريقه تقفيل الغرز العدله. انا عامله لها فيديو حاطه لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، اللي هي تشتغلي غرزتين، تشتغلي الاول غرزتين وبعد كده تقفلي واحده من الثانيه، تشتغلي غرزتين وتقفلي واحده من الثانيه وهكذا. يعني الموضوع فيها بسيط، انا شرحتها قبل كده في فيديو، تمام؟ بس هيبقى عندك ناحيه زجزاج والناحيه الثانيه عاديه اللي هي تحسي ان هي مستقيمه شويه. طب انا بفكر ان انت ممكن تعملي ايه؟ تحطي شراشيب من الطرفين، فمش هيبان ان هنا في زجزاج والناحيه الثانيه شكلها مختلف، مش هيبان الفرق في الاختلاف ما بينهم. فلو حطيتي شراشيب من هنا وشراشيب من الناحيه الثانيه تبقى برده شكلها حلو جدا، اوكي؟ دلوقتي هحط لكم مقطع من الفيديو اللي انا عاملاه لطريقه ربط قطعتين تريكو والغرز لسه على الابر بطريقه الكيتشنر، تمام؟ دلوقتي هنعمل ايه؟ ادي اول قطعه، هعمل ايه؟ هاخدها كده الفها واحطها قدامي بالمنظر ده على الظهر. ادي تاني قطعه هخليها على الوش واحطها كده فوقيها، بحيث ايه؟ بحيث يبقى الظهر بتاع القطعتين مواجهين لبعض كده، وادي الوش من هنا وادي الوش من هنا، بحيث لما اربطهم يبقى بالمنظر ده قطعه مكمله، اوكي؟ وادي ابره التنظيف هتحطي فيها خيط من نفس النوع. ممكن تحطي خيط جديد زي ما انا عملت هنا،
تاخدي حبه خيط كتير شويه، او ممكن تستخدمي الخيط بتاعها نفسها. اوكي، اللي هو مثلا لو لفيتي القطعه كده هتلاقي في خيط من هنا اهو، الخيط ده ممكن تسيبي حبه كتير منه قوي، يعني تسيبي حبه حلوين كده وتقومي قطعاه بالمقص وتلضميه مع الابره وتستخدميه في ان انتي تقفليها بطريقه الكيتشنر. يعني ممكن تستخدمي الخيط بتاعها نفسه. اوكي، لو الخيط بتاع القطعه اللي ورا او القطعه اللي قدام مش هتفرق، تاخدي الخيط ده وتسيبي حبه كتير شويه وتقطعيه وتلضميه في الابره وتبداي تستخدميه في طريقه الكيتشنر. بس انا هنا مش هعمل كده، انا حطرت خيط جديد اهو وهبدا استخدمه، وادي ابره التنظيف لضمتها وهبدا اشتغل. اوكي، نبدا دلوقتي مع بعض نربط القطعتين دول مع بعض. انا محضره خلاص ابره التنظيف. هعمل ايه؟ المفروض مكونه من 4 خطوات هنكررهم، بس في الاول هنعمل خطوتين وننساهم. الخطوتين دول عباره عن ايه؟ اول خطوه في الابره الاولانيه اللي قدامنا هتبقى هندخل في الغرزه دي كانها غرزه مقلوبه. ازاي كده؟ ونقوم شادين الخيط ونسيب حبه بالمنظر ده. بعد كده هندخل في الغرزه دي كانها غرزه عدله. شايفين بقى الحركه دي غلط تماما، ان الخيط يبقى قدام كده من فوق الابر، الخيط كله هيبقى من تحت الابر. تمام، وتقومي شاده. الخطوتين دول انا مش هكررهم تاني ابدا. اوكي، هنعمل بقى دلوقتي التكرار بتاعنا اللي هو كالاتي: 4 خطوات. اول خطوتين هيبقوا في الابره دي في الغرزتين دول 1 2، تاني خطوتين هيبقوا في الابره دي في الغرزتين دول 1 2. تمام، يبقى 1 2 3 4. هيبقى كالاتي: عدله بره مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره عدله نسيبها. دول ال4 خطوات، وهنفصصهم واحده واحده دلوقتي نشتغلهم. ممكن تكتبيهم فورا على جنب عشان تمشي معايا وما تنسيهمش. اوكي، نبدا خطوه خطوه. في اول غرزه هنا احنا قلنا ايه؟ عدله بره. يعني ايه عدله؟ يعني هدخل جواها كانها غرزه عدله. يعني ايه؟ يعني تخيلي الابره بتاعه التنظيف دي كانها ابره وتخشي جواها كانها غرزه عدله بالمنظر ده في اللوب الامامي بتاعها، وتقومي شاده وكل من تحت الخيط وتشدي. طيب دي عدله بره. بره يعني ايه؟ يعني هنزلها من على الابره بره، اطردها وبعد كده اشد الخيط. مقلوبه نسيبها، هدخل جواها كانها غرزه مقلوبه. تمام، واسيبها. يعني ايه؟ يعني اسيبها على الابره. تمام، يبقى كده خلصت اول خطوتين في الابره دي. تاني خطوتين هيبقوا في الابره دي هيبقوا عباره عن الاتي: مقلوبه بره. يعني ايه؟ يعني هدخل في الغرزه دي كانها غرزه مقلوبه بالمنظر ده كده. تمام، وكله من تحت الخيط. يعني ايه؟ من تحت الابر، يعني ميبقاش كده من فوقيها، كله من تحت زي ما انتم شايفين، ونشد. احنا قلنا ايه؟ مقلوبه بره. يعني ايه؟ يعني هنزلها من على الابر. اول لما تنزلي الغرزه تشدي. تمام، ما تنسيش تشدي. بعد كده دي ايه؟ دي عدله نسيبها، هدخل جواها كانها غرزه عدله. ازاي بندخل كانها غرزه عدله؟ يعني بالمنظر ده، طريقه دخول الغرزه العدله العاديه. شايفين من فوق الغرز ازاي؟ من فوق الابر هنزلها من تحت الابر، كله من تحت الابر ونسيبها. يبقى دلوقتي انا عملت ال4 خطوات اللي هي عباره عن عدله بره مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره عدله نسيبها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنراجع اللي احنا عملناه ده مره كمان. طبعا هنكررها لحد لما الغرز كلها تخلص. هتلاحظي ان الغرزه دي والغرزه دي دخلنا فيها قبل كده، وده الطبيعي. كل غرزه عشان تنزل بندخل فيها مرتين. هنبدا تاني من الاول في ال4 غرز دول اللي هم عباره عن 1 2 3 4. اوكي، حدديهم لنفسك اهم. 1 2 3 4. دي عباره عن ايه؟ هندخل فيها كانها غرزه عدله. عدله بره مقلوبه نسيبها. عدله بره يعني هدخل جواها كانها غرزه عدله بالمنظر ده كده، واقوم شدها. الخيط كله من تحت، شايفين؟ مش من فوق. بره يعني انزلها من على الابره. طيب دي ايه؟ مقلوبه نسيبها، ندخل جواها كانها غرزه مقلوبه. الخيط كله، شايفين الخيط لف فوق الابره ازاي؟ غلط، ننزله من تحت الابره. نسيبها يعني خليها على الابره. تمام، نخش بقى على الابره اللي بعدها اللي هي ورا. مقلوبه بره، هدخل جواها كانها غرزه مقلوبه. وانت بتدخلش جواها تخيلي ان ابره التنظيف كانها ابره عاديه بتشتغلي غرزه مقلوبه. ونشد. نسيبها يعني ننزلها يعني بره، اللي هي مقلوبه بره يعني هننزلها من على الابره. تمام، ونشد. ما تنسيش تشدي.
دي هتبقى عدلة نسيبها، هدخل جواها كأنها غرزة عدلة بالمنظر ده كده، واقوم شدة. بس طبعا هنا الخيط فوق الغرز، فوق الإبرة قصدي، هخليه من تحت، متنسوش الخطوة دي. لو عملتوا كده انتوا كده بتزودوا غرزة. ونشد. تمام. نرجع تاني نعيد اللي احنا عملناه اللي هو 4 تكرار، اكتبيها فرقة على جنب. مش مضطرة ان انتي تحفظي الحاجات دي، اعمليها معايا خطوة خطوة. نبدأ من الأول، أول خطوة، تاني خطوة، تالت خطوة، رابع خطوة. تمام. ندخل في الغرزة دي كأنها غرزة عدلة، عدلة برا، ونقوم منزلينها من على الإبرة ونشد، ما تنسيش تشدي. بعد كده ندخل في الغرزة دي كأنها غرزة مقلوبة، مقلوبة نسيبها. تمام. وكله من تحت. بعد كده ندخل في الغرزة دي مقلوبة اللي هو في الاتجاه ده كده، ونشد برا ونشد، نسيش تشدي. بعد كده ندخل في الغرزة دي كأنها غرزة عدلة ونسيبها، عدلة نسيبها. ونشد. كده انا خلصت ال4 تكرار. هنرجع نعيد الكلام ده تاني مرة كمان. هندخل في الغرزة دي كأنها غرزة عدلة، عدلة برا، هدخل جواها كأنها غرزة عدلة، وبعد كده انزلها من على الإبرة. تمام. واشد وانزلها من على الإبرة واشد، وبعد كده دي هتبقى مقلوبة نسيبها، هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة واسيبها على الإبرة. تمام. بعد كده هدخل في الغرزة دي المفروض مقلوبة برا، عدلة نسيبها، دي مقلوبة، هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة، وبعد كده برا يعني هنزلها من على الإبرة. تنسيش ان انتي تشدي الحاجة، تشدي الغرز دي، هدخل جواها كأنها غرزة عدلة. تمام. وكله من تحت الإبر واشد، عدلة نسيبها. تمام. اعيد تاني ال4 تكرار بتاعي. اول ما تخلصي ال4 عيديهم كمان. نكمل. هعيد تاني اكرر التكرار بتاعي. هدخل في الغرزة دي المفروض نعمل ايه؟ عدلة برا مقلوبة نسيبها، عدلة يعني هدخل جواها كأنها غرزة عدلة. تمام. بعد كده برا يعني هنزلها، مقلوبة نسيبها يعني هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة. تمام. نسيبها يعني نخليها على الإبرة. بعد كده شوف الغرزة دي هتبقى مقلوبة برا، عدلة نسيبها، مقلوبة يعني هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة. تمام. نسيبها قصدي برا، ننزلها من على الإبرة وتقومي شادة، ما تنسيش تشدي. بعد كده هدخل في الغرزة دي المفروض عدلة نسيبها يعني هدخل جواها كأنها غرزة عدلة بالمنظر ده كده. تمام. وكله من تحت الإبر نسيبها. نكمل. قبل ما نكمل، شايفين الشكل ده؟ شكلها نضيف جدا، ادي القطعتين شكلها نضيف فعلا. تمام. نكرر تاني ال4 تكرار بتاعي. عدلة برا مقلوبة نسيبها، مقلوبة برا عدلة نسيبها، عدلة برا يعني هدخل جواها كأنها غرزة عدلة. تمام. برا يعني ننزلها. بعد كده هدخل في الغرزة دي كأنها غرزة مقلوبة، طبعا مع الوقت هتحفظيها يعني، ونسيبها. هدخل في الغرزة دي كأنها غرزة مقلوبة، ننزلها من على الإبرة، بعد كده نشد. هدخل في الغرزة دي كأنها غرزة عدلة ونسيبها. تمام. هنكرر بالمنظر ده لحد عدد الغرز اللي عندك. اوكي. تاني هدخل في الغرزة دي كأنها غرزة عدلة وننزلها كده عدلة برا، مقلوبة نسيبها، هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة ونسيبها، مقلوبة هنا برا، هدخل جواها كأنها غرزة مقلوبة، ننزلها وكده نشد. تمام. هدخل جوا دي كمان غرزة عدلة ونسيبها. كده انا خلصت التكرار. هعيده تاني. هدخل جوا الغرزة دي كأنها غرزة عدلة، ننزلها، هدخل جوا الغرزة دي كأنها غرزة مقلوبة. تمام. ونسيبها. هدخل جوا الغرزة دي غرزة مقلوبة اللي هي مقلوبة برا،
ننزلها، هدخل جوه الغرزة دي كأنها غرزة عدلة ونسيبها. تمام، يبقى عدلة نسيبها. اوكي، ونشد كده. انا عندي 4 غرز، هكمل. عدلة برا، عدلة برا، ونشد. مقلوبة نسيبها، مقلوبة نسيبها، مقلوبة برا، مقلوبة برا. تمام، ونشد. عدلة نسيبها، ندخل جواها كأنها غرزة عدلة ونسيبها. كده المفروض انا عندي غرزتين فقط على الابر. تمام، انت المفروض هتشتغلي التكرار بتاعك اللي هو عباره عن عدله بره، مقلوبه نسيبها، مقلوبه بره، عدله نسيبها، ال4 غرز. بعد كده لحد يعني عدد الغرز اللي عندك، ولحد ما يتبقى عندك غرزتين. هتعملي ايه بقى في الغرزتين دول؟ هتشتغليهم كالاتي. تعملي التكرار بتاعك عادي. دي هتبقى ايه؟ اول التكرار عدله بره، هدخل جواها كانها غرزه عدله. تمام، وانزلها من على الابره. خلاص، دي ايه؟ المفروض كان في خطوه تانية في غرزه جنبيها، انسيها وابداي على طول اشتغلي في الخطوه الثالثه اللي هي عباره عن مقلوبه بره. هدخل جواها كانها غرزه مقلوبه وخلاص على كده بره واشد. ده كده يا جماعه شكل القطعه بتاعتي بعد ما قفلتها بطريقه الكيتشنر. شكلها نظيف جدا، تحس ان هي قطعه واحده، الغرز مكمله. ده شكلها على الوش. تمام، وده كده شكلها على الظهر. هتلاحظوا كأنها قطعة واحدة، تحس ان مفيش خياطة اصلا، مفيش اي نوع من الكلاكيع. القطعة نظيفة جدا من على الوش ومن على الظهر. وبكده اكون خلصت الفيديو. ورب يكون الفيديو عجبكم. النقشة بتاعت الكوفية حلوة جدا وشوية بارزة زي ما انتم شايفين، ويا رب تكون عجبتكم. هي شويه شكلها تحس ان هي مليانه شغل كتير، بس هي فعلا بسيطه، مكونه صفين بس، صف على الوش وصف على الظهر، وبتكرريه لحد الطول اللي انت عايزاه. يعني الموضوع بسيط. تمام، ويا رب فعلا يكون الفيديو عجبكم.